السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الدرملي ودي حلقة جديدة من شغل جودة. بعد ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت أو في حلقات سابقة عن الانترفيو بوجهتين النظر. الحلقات السابقة كنا اتكلمنا عن الانترفيو، سواء كانت أسئلة، سواء كانت مواقع مشهورة أو أماكن مشهورة جدا بأعمال التوظيف وفرص العمل بشكل كويس. واتكلمنا في حلقة تانية من الانترفيو عن موضوع هو مدير الجودة أو الشخص اللي أنت هتقعد معاه، كونستراكشن مانجر أو حتى البروجكت مانجر، بيبقى شايف إيه في اللي قدامه وإيه الطريقة اللي بيسألوا بيها والانترفيو بيتقسم إزاي. ده كان بخصوص الحلقات اللي فاتت، إنما حلقتنا النهاردة بإذن الله هنتكلم عن إزاي تبعت إيميل لاتش ار او لمدير مشروع او لايا كان الجهه اللي طالبه مهندسين. ازاي تبعت لهم ايميل يبان ان هو بروفيشنال ويبان فيه كل الداتا بتاعتك، وازاي تبرز مهاراتك، وازاي حتى تكتب السبجكت او العنوان بتاع الميل. مبدئيا خلينا عارفين ان الايميل بيبقى ليه كذا جزء. طبعا المين او اول حاجه بنشوفها هي السبجكت او العنوان بتاع الميل. العنوان بتاع الميل المفروض يكون صريح وواضح، بحيث ان هو من اول مرة يقدر يميز الميل ده بتاع ايه، ويميز او يقدر يفتكر الميل ده بعد كده ازاي. ان احنا مثلا بنكتب في الخانة بتاعت السبجكت او عنوان الايميل او الموضوع بتاعه، بنكتب نوع الوظيفة اللي احنا مقدمين عليها، وبنكتب الاسم، وبنكتب ساعات في بعض الحاجات بيبقى عامل زي كود للوظيفه اللي هو طالبها. مثلا بيقول لك ان مهندسين الجوده كود رقم كذا، مهندسين التنفيذ كود رقم كذا. فاحنا بنكتب اسمنا، بنكتب بنعمل مثلا applying for quality engineer كود كذا. او لو بنكتب بالعربي هو تقديم على وظيفه مهندس جوده برقم كذا. تمام. فده بالنسبه للسبجكت. بنكتب اسمنا ليه في الميل؟ عشان يقدر يميزه بسهوله. يعني لو هو فرق مثلا في الميلاد وحابب يرجع تاني للميل، على الاقل بيفتكر الاسم، او الاسم بيبقى ظاهر قدامه، او الاسم ممكن ايه يسمع معاه بشكل كويس. بعد كده بنشوف المحتوى بتاع الايميل نفسه اللي بيتكتب فيه. اول حاجه عندنا هي التحيه او الجريتنج. ان احنا مثلا لو احنا بنتكلم بالعربي فاحنا هنقول مثلا ايه، مبدئيا بنقول ايه، السيد المهندس فلان الفلاني، او السيد مدير قسم الموارد البشريه، او بالانجلش بنكتب دير مستر فلان، او دير انجينير فلان. عشان برضو في ناس بتزعل من كلمه مستر، رغم ان كلمه مستر هي الكلمه الاصح حتى لو انت بتخاطب مهندس بس على ليفل مانجيريال، فانت في الاغلب بتوجه له بكلمه مستر. بس ماشي، كتبنا دير اتش ار، دير انجينير فلان، وهكذا. بعد كده لو احنا مثلا بنكتب بالعربي فاحنا مثلا بنقول تحية طيبة وبعد. او لو بنكتب بالانجليش مثلا فهنقول I hope this mail find you well، وغيرها من الصيغ اللي من الاخر يعني اكننا داخلين نقول يا فلان الفلاني سلام عليكم، او عامل ايه، او ازيك. بس ده طبعا مش ده اللي بيتكتب في الميل. فقلنا يا اما مثلا بنكتب تحية طيبة وبعد، يا اما مثلا بنكتب ال I hope this mail find you well، او غيرها من الصيغ اللي ممكن نستخدمها. انا هسيب كل الكلام ده على هيئة ملف وورد ان شاء الله. اي حد يسيب بس كومنت وانا هبعت لك الملف الوورد في كل الصيغ دي اللي ممكن تستخدمها، وفي صيغة ميل واحد بالعربي واحد بالانجليزي يساعدك على الموضوع ده. المهم ده في الخانة او ده في الجزء الاولاني اللي هو بتاع التحية. بعد كده عندنا الفقرة الافتتاحية او الاوبننج باراجراف. دي اللي بنكتب فيها تعريف بإيجاز عن نفسنا كده في الأول. زي مثلا بنكتب ايه، يشرفني ان اتقدم لشغل وظيفه مهندس جوده في شركاتكم الموقره، حيث انني امتلك خبره تمتد لاكثر من كذا سنه. مثلا هتكتب عدد سنين خبرتك في مجال ضبط الجوده بالمشروعات الكبرى. انت هنا اتكلمت عن نفسك بايجاز، او اتكلمت عن انت ليه مثلا مقدم البتاعه دي، او ليه مقدم طلب التوظيف ده كده باجازه. استعرضت نفسك بطريقه سريعه. طبعا في صيغه بالعربي في صيغه بالانجلش، كلها هتبقى موجوده. بعد كده عندنا المين بادي او الفقره الوسطانيه او الوسطى من الميل. دي بنتكلم فيها ليه انا مناسب للوظيفه دي. سواء انا هنا مش بتكلم بالنسبه للشرح ده، هنا مش بعني المهندسين تحديدا، انا بتكلم عموما ازاي تبعت ميل لحاجه زي كده.
فمثلا لو احنا بنتكلم في الفقره دي هنقول ايه مثلا في الفقره دي: حيث انني خلال مسيرتي عملت بكذا وعملت بكذا، ومعايا المؤهلات الفلانيه، معايا ايزو رقم كذا، معايا تي كيو ام. بتستعرض بقى ايه بتفاصيل، وانا اشتغلت او مثلا عملت بمشاريع ضخمه، وعملت بمحطات كهرباء، عملت بمحطات معالجه ميه ككونستراكشن لو احنا مثلا بنتكلم على مهندسين. فهنا بتبدا باختصار بس مش مجحف بقى، مش زي الاولانيه كده استعرضت نفسك بشكل سريع. لا، ممكن تدخل في بعض التفاصيل، مش الانجينيرنج او مش التكنيكال. بتشرح انت ايه المشاريع اللي انت اشتغلتها وايه الشهادات اللي معاك، بطريقه كده يكون فيها ايجاز شويه عشان ما يبقاش الميل طويل وممل. ده بالنسبه للفقره الوسطى او للمين بادي بتاع الايميل. بعد كده عندنا في الفقره الختاميه، انت بقى هنا بتقول له ايه، يعني ايه شكرا مثلا على وقتك، والسي في مثلا في المرفقات، او انا مبسوط جدا اني تواصلت معاكم، والسي في في المرفقات. او زي ما مثلا الصيغه اللي قدامي دي: ارفق لسيادتكم سيرتي الذاتيه للاطلاع واتطلع لفرصه اجراء مقابله لمناقشه كيف يمكنني ان اساهم في نجاح مشروعات شركتكم. ده كده كلام يعني ايه، اكنك بتقفل الميل او بتقفل الرساله بشكل بسيط وانيق. تمام وخلاص، يعني انت خلاص، انت في الاول قلت انا فلان الفلاني كذا سنه خبره، بعد كده واشتغلت في شركات كذا وشركات كذا، وعملت مشروعات كذا ومشروعات كذا، ومعايا شهادات كذا وكذا. بعد كده بتقول له ايه: وشكرا، وانا اتطلع للعمل معكم برضو. الكلام ده هو يهم جدا في الميل، ان الميل يبقى مش طويل جدا، ولا اختصاره يبقى مجحف في حقك ومش بيظهر نقاط القوة اللي عندك. طبعا انت في اي حاجة بتكتب الحاجات الكويسة اللي انت عملتها، او نقاط القوة اللي موجودة في السي في بتاعك او في المشاريع اللي انت اشتغلتها. فخلاص كده في الفقرة الختامية هنقول مثلا: ارفق لسيادتكم سيرتي الذاتية للاطلاع وتطلع فرصة إجراء مقابلة لمناقشة كيف يمكنني أن أساهم في نجاح مشروعات شركتكم. شكرا لكم، شكرا لكم ولوقتكم ولاهتمامكم. تمام. برضه في صيغة بالعربي وفي صيغة بالإنجليزي. بعدين بقى هنروح لنقطة مهمة جدا: السيجنتشر بتاعت الميل، لأن دي بتفرق كتير جدا. يعني التوقيع أو البصمة بتاعتك في الميل، إنك أنت مثلا بتكتب اسمك. أنا مثلا هكتب محمد الدرمالي. لو انا ببعت ميل تبع للشغل، فانا المفروض اكون كاتب اسم شركتي وكمان حاطط اللوجو بتاعها. لو انا بتكلم من ميل شخصي زي ان انا مثلا بقدم على شغل في مكان تاني، فهكتب محمد الدرملي مهندس جودة، حسب التايتل بتاعي: مدير جودة، مهندس اول، سينيور، ايا كان التايتل اللي انت عليه. وبعد كده بتكتب رقم تليفونك. وطبعا حاجه مهمه جدا جدا جدا: اوعى تنسى ترفق السي في بتاعك او اي اتاشمنت انت المفروض تحطه، لان دايما بنقع في الفخ ده ان احنا نكتب كل الكلام الجميل ده سواء بتبعت ميل لشغل او لغيره، وفي الاخر ننسى نحط المرفقات اللي هي اهم حاجه في الميل نفسه. وبس كده حاولنا نتكلم عن الموضوع باختصار. هتلاقوا ان شاء الله، سيب بس كومنت، هبعت لك اللينك بتاع تحميل الملف، هسيب لك الملف على هيئه وورد على اساس انك انت تقدر تعدل عليه وتقدر تستخدمه. لو محتاج برضو نسخ من السي في، انا عندي يعني ادعي ان السي في بتاعي كويس الى حد ما، ممكن تاخد النسخه بتاعته تشتغل بيها. وكنا حاطين رابط لموقع بيشيك على الميل ويشوفوا هل متوافق مع الاي تي اس ولا لا. برضو هبقى اسيبه ان شاء الله في الكومنتات. وبس كده، شكرا جزيلا ليكم. انا محمد الدرمالي، وده برنامج شغل جوده. السلام عليكم.